الفيديو اللي فات عرفت ايه هي انواع الجمل في اللغة الانجليزية عشان تعرف اللي انت تستخدمهم وتطبقهم، مش بس كتابة بس، لا وكمان في المحادثة بتاعتك. بس الفيديو دوت هقولك على حاجة مهمة جدا وهي الروابط. والروابط عندنا روابط كتير جدا جدا جدا، بس في الفيديو ده هناخد نوع محدد وهقولك هنستخدمه في ايه. زي ما اتفقنا لأدوات الربط كتير، بس النهاردة هناخد منها نوع واحد فقط، والنوع دوت بنستخدمه أساسي في الكومباوند سنتنس. خلونا نشوف ايه النوع دوت. أول حاجة هو النوع دوت اسمه ايه؟ اسمه coordinate conjunctions. طب يا مها الأسامي هتبقى صعبة وتقيلة عليا. بصوا كده، في حاجة اسمها فان بويز، ومادام الحاجة اتكتبت كابيتال، الاف كابيتال، الاي كابيتال، الان كابيتال وهكذا، فدوت كده تبقى اختصار لحاجة. فالفان بويز هي اختصار ايه؟ الاف اختصار لفور، الاي اختصار لاند، الان اختصار لنور، البي اختصار لبط، الاو اختصار لاور، الواي اختصار ليت، والاس اختصار لسو. فده كده الفان بويز اللي اكيد بيستخدموا في الكومباوند سنتنس. خليني هنا أسألكوا سؤال، وهل ينفع استخدم الفان بويز في السمبل سنتنس؟ يعني يا ريت تسيبولي في الكومنتس وكده، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ أول حاجة هو ينفع أكيد، وده اللي احنا هناخده النهاردة، وازاي نفرق امتى استخدمهم كسمبل سنتنس والكومباوند سنتنس. السمبل سنتنس أنا بستخدمهم ازاي؟ احنا اتفقنا ان السمبل سنتنس فاعل واحد وفعل واحد، بس هنا أحمد and محمد هو ربط 2 فاعل، فهنا 2 subjects played football، بس لازال الفعل عندنا واحد، فأحمد and محمد played football، فدي كده simple sentence، قدرت اللي أنا أربطهم في جملة واحدة. تاني حاجة كلمة but. أحمد washed his face but not his hair. أحمد هنا الفاعل واحد، الفعل washed واحد، هنا ربط ايه بقى؟ ربط object مفعول به، his face not his hair، object مفعول به. ربطوا ايه تاني؟ the computer is old and broken. the computer ده كده كأنه it حاجة غير عاقل، فعل واحد، is هو عندي الفعل، ربط ايه؟ adjective صفة، ال old and broken، and هنا ربطت adjective، ربطت حاجتين adjective صفات. اما هنا كانت رابطة and، كانت رابطة ايه؟ كانت رابطة 2 فاعل مع بعض. We will go to the park or the market. هنا ربطت nouns، or هنا ربطت nouns. We will go to the park or the market. we هنا فاعل واحد، will go ده هنا الفعل بتاعي وهو فعل واحد، to the park or to the market ده هنا nouns. She bought apples, pears and grape and ربطت nouns. بس أنا عايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا المبتدئين بيقعوا فيها وفئة المتوسطين برضو بيقعوا فيها. إيه هي؟ اللي دايما الناس بتكتب and apples، يعني تكتب الجملة she bought apples and pears and grapes. كلمة and يا شباب بتتحط في آخر حاجة خالص، بحطها في آخر حاجة، وبرضه مش بنقع فيها كتابة فقط، لأ ده احنا بنقع فيها واحنا بنتكلم كمان. يعني لو أنا حد بيتكلم هيقولها she bought apples, pears and grapes، فده برضه غلط، احنا بنقول apples, pears وآخر حاجة and grapes، فكتابة وشفوي لازم and تبقى في الآخر. وما ننساش الكوما اللي احنا بنحطها ما بين الحاجات، وهنا أكيد ربطة nouns. تاني حاجة عندي هي ال compound sentence، وإزاي هقدر أربط الفان بويز أو ال conjunction، ومش أي conjunction، ال coordinate conjunction بيها الجمل ال compound sentence. أول جملة عندي حمدي washed his face and he combed his hair. زي ما اتفقنا جملتين معتمدين على نفسهم جدا، أوكي. ربطتهم بإيه؟ and وكوما، خلوا بالكم اللي هنا فيه كوما وand. تاني جملة عندي منى ate an apple but علي ate a pizza. هي أكلت تفاح بس علي أكل بيتزا، أوكي. برضو نفس الموضوع two simple sentences، جمل بسيطة بس معتمدة على نفسها. تالت جملة عندي the bank is closed so we can't cash that check.
البنك قفل بس احنا ما قدرناش نصرف الشيك. ما تنسوش اللي هنا كوما و so. رابع جملة عندي there was no air conditioning yet we were cool كوما و yet. لو تلاحظوا في الأربع جمل فيهم حاجة مشتركة، وهي إن الجملتين معتمدين على نفسهم، بس الفكرة اللي أنا ربطتهم بأداة ربط. عندي and أو but أو so أو yet، وما ننساش الباقي الفين boys. أوكي، بس أنا بقى عندي قاعدة بسيطة هنا. إيه القاعدة بتقول إيه؟ After the conjunction we must have a complete sentence. لازم بعد الconjunction أوكي جملة كاملة، لازم جملة كاملة كوما conjunction وجملة كاملة. والجملة كاملة زي ما قلنا في الفيديو اللي فات فاعل وفعل. طيب هل يا مها اقدر اكسر القاعدة وهل كل قاعدة ليها الشواذ بتاعها؟ اكيد طبعا، وهنكسرها دلوقتي. خليني اقول لكم هنا اللي فيه فرق ما بين الكومباوند sentences versus الكومباوند verbs. طب ايه هي ديت؟ يعني انا ممكن اقدر اشيل الكوما بس هشيل معاها الفاعل اللي بعد الكوما. James did his homework comma and Matt read a book. وقلتها كلمة من read ليه؟ لأن كلمة read النطق بتاعها في المضارع بتبقى read، أما في الماضي بتبقى read. أنا هنا عندي كوما وand. طب لو أنا شلت الكوما هشيل الفاعل اللي بعد and، فيبقى في كوما في فاعل. مفيش فاعل مفيش كوما. James did his homework and read a book. خلونا نشوف هنا Amy walks to school كوما but Julia rides a bike. كوما حطيت but في فاعل جوليا. Amy walks to school but drives to work. مفيش فاعل مفيش كوما. طيب يا ما انت هنا غيرتي معنى الجملة لما انت شلت هنا مات وشلت جوليا، لان انت كده رجعتيها كأنها جيمس، كأني انا بحكي عن جيمس، ما كأنش اللي انا بحكي عن مات بالظبط كده. فعشان كده لازم احط الفعل عشان يبين اللي انا بحكي عن مين. طيب خليكم بقى ركزوا هنا في الجملة ديت. Paul will go to a movie كوما or he will stay home. زيها بالظبط كده، يعني هنا هي حطيت هنا Paul بعوض عليها كأنه Paul، كأنه نفس الشخص. تمام، بس لو شلت هي هشيل الكوما معاها، يبقى Paul will go to a movie or stay home، ولا هيقعد في البيت. تمام، شلت الكوما شلت الهي. وده كده الملخص بتاع الحلقة ديت. لو هيكون مفيش subject بعد الconjunction يبقى هيها بالظبط مفيش كوما قبل الconjunction. تمام كده. بس دي كانت حلقة النهاردة. ما تنسوش تطبقوا الكلام ده وتكتبوا لي في الكومنتس جملتين، واحدة بكوما والتانية من غير كوما. وده كده تمرين صغير اوكي عشان تتمرنوا عليه. يا ريت تسيبوا لي الحل في الكومنتس، ولو حد عنده سؤال ما ينساش اللي هو يسألني. والمرة الجاية في بداية الحلقة هنحل التمرين سوا، نعرف انهي جملة هي اللي صح وانهي جملة هي اللي خطأ. اشوفكم في حلقة جديدة في half and half.